طفلك بيسمع الكلام من الناس بره لكن معاكي انت لأ، في الفيديو ده هيغير يومك معاه حرفيا. كتير أمهات فاكرة إن سماع الكلام يعني طفل مطيع، لكن الحقيقة إن الطفل بيسمع الكلام من اللي بيحس بالأمان معاهم. في الفيديو ده هقولك 3 أسرار مثبتة نفسيا لو نفذتيهم هتلاقي طفلك بيسمع كلامك بحب مش بخوف. والسر التالت هو الأقوى، لأنه السبب الحقيقي ورا إن بعض الأطفال بيعندوا بس مع أمه. السر الأول، خلي الكلام قريب من المستوى العاطفي للطفل. الطفل ما بيفهمش أوامر، هو بيفهم مشاعر. قبل ما تقولي البس هدومك قولي تعالى نختار أحلى طقم هيفرحك النهاردة. نفس الطلب بس بص الفرق. وجربي ده لمدة 3 أيام بس وهتشوفي التغيير بنفسك. السر التاني، وفري بديل بدل ما توفري أمر. دماغ الطفل بترفض كلمة لازم وبتفتح على كلمة اختار. بدل اقفل التاب فورا قولي تحب تقفله دلوقتي ولا كمان 5 دقايق. الطفل كده حس ان له صوت، ومع ذلك انت اللي حددت الاطار. وده من اقوى طرق التربية الايجابية اللي بتقلل العناد بنسبة 60%. السر التالت وهو الاقوى، العلاقة قبل الطلب. طيب لو علاقتك بالطفل مليانة نقد هيقاومك، ولو مليانة طمأنينة هيسمعك. قبل الطلب اعملي خطوة صغيرة، لمسة على الكتف، نظرة هادية، ابتسامة، وبعدين قوليله المطلوب. جربي بس 10 ثواني تواصل قبل أي طلب وهتفهمي ليه أطفال كتير بتتغير في سلوكها بمجرد ما الأم تغير طريقتها. افتكري دايما علاقتك مع طفلك بتتبني من مواقف صغيرة بتتكرر كل يوم. كل مرة تختاري الهدوء بدل الصراخ انت بتقربي خطوة من الأم اللي نفسك تبقيها. ولو حسيتي ان الطريق طويل افتكري ان كل خطوة صغيرة بتغير كتير.